بص، دي رضوى الشربيني، انا افكر ازاي انا ارضي راجل. ودي دينا غبور. عشرة ومحبة، معاملة حلوة. الاتنين ليهم تجارب زواج ومنفصلين. رضوى بتعبر كده. انا رضوى الشربيني منفصله. انا منفصله. ودينا بتعبر كده. لما تبقي عايز تاخدي قرار ممكن تاخدي رأي شريف. لما ابقى عايزة اخد، انا ما باخدش قرار من غير ما اخد رأي الشريف. رضوى تعبت وسهرت وكبرت، فالنتيجة طلعت كده. في حد بيقولك باباكي ومامتك مش عايزين يرجعوا لبعض؟ بليز الفكرة دي والله مش يقولوها من دماغهم خالص. لأنها سمعت إن ده رأي ماما. الست مش ملزمه اصلا انها تبات في البيت. والله؟ ودينا مخلية بنتها تسمع مامتها بتتكلم على أبوها كده. كل يوم بشكر ربنا ان ده ابو ولادي. لا، بقول الحمد لله ان انا ابو ولادي هو الولد ده اللي جاي من العيلة دي اللي متربي التربية دي، ابن الناس دول. لو حد وحش هبقى انا الوحشة. هنا رضوى الشربيني اتصدمت. يخصك انتي مش البنات. يخصني انا مش البنات. ده ايه؟ معلش انا اول مرة اسمع كده. انت اللي ممشية الدنيا كده، هي أبسط من كده. هي مش خناقة، هي مش الند بالند، هي مش هعمل، هي مش كده. اللي يحبك يحبك زي ما انتي، يا اما بوسه كبيره لبابا وماما وطنط وانكل وميرسي قوي واحنا مش عايزين. احنا اللي مش عايزينك. شكرا يا دينا يا بنت الأصول.